السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب، ومتهنيين كده ومبسوطين زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. النهارده هعمل معاكم منيو باكلاتي، 7 اكلات مختلفة اقتصادية وغير اقتصادية هقدم لكم في الفيديو الجميل بتاعنا. يلا بقى خليكم معايا في الفيديو للاخر، هتستفيدوا كتير، وشجعوني كده بكومنت حلو زيكم، واعملوا لي لايك يا حبايبي اللي بيرفع الفيديو ويخليه يبان لاكبر عدد من الناس. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا الجميل. بسم الله الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم بقى يا حبايب قلبي في الجمال والحلاوة؟ احنا معانا فرخاية، نص فرخاية، الصدر بالكتاف كده. قطعناهم قطعنا الصدر طرنشات كده والكتاف، وقطعنا بطاطساية وطماطماية وكله يا معلم في صينية واحدة ما شاء الله، وعملنا رز بشعرية. ما شاء الله يا حبايب قلبي، أكلة جميلة جدا وبسطتنا والله. يعني صدر الفرخة كان كبير يا حبايب قلبي، قطعناه كده، وقطعنا عليه بصلاية وكم طماطمية وثلاث بطاطسيات، وقطعناهم كده وعملنا صينية بطاطس صغيرة كده. احنا حبايبي 4 أفراد، ما شاء الله كفتنا والله وفاضت كمان مننا. وبعد كده تاني يوم يا حبايبي قضيناها كده، عملنا قرنبيط يا حبايب قلبي، عملنا قرنبيط. طبعا قليناه زي ما انتوا شايفين، ضربناه في الكبة وعملنا خضرة وبيض ودقيق وتوابل وتوم وبصل، وده كله في الخلاط يا معلم في الكبة وضربناه، وعملنا احسن قرص قرنبيط كده يستاهل بقكم. وعملنا جبنة وطحينة وطبعا فلفل الوان قطعناه، احنا بنحب ناكله كده، وشوية مخلل وعيش. وده كان غدانا تاني يوم يا حبايبي ما شاء الله. ما هو مش كل يوم هناكل لحمة وفراخ وسمك، لا ده احنا لازم يوم ناكله حلو ويوم بنضيع اي حاجة. والله يا حبايبي اكلنا وشبعنا وفطرنا واتغدينا كمان، احنا اتغدينا بفضل تاني يوم فطرنا بيه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم ديمها نعمة علينا واحفظها يا رب من الزوال. وبعد كده يا حبايب قلبي اليوم التالت دخلنا على التقيل يا معلم. فرخية محمرة متبلة مستوية كده، حاجة فاخر من الآخر، وشوية محشي مشكلين ما شاء الله يفتحوا النفس على الأكل، والله عايز الأكل. كان يوم ما شاء الله. الفرخية دي حبايب قلبي بلدي ما شاء الله عليها، وحجمها بسم الله ما شاء الله، وطعمها كمان سكر كده. فعملنا شوية محشي وكلنا، وفاض والله من الفرخة لتاني يوم يا حبايبي. بس يعني اللي فاض راح لأصحاب نصيبه يعني. ما شاء الله، شفتوا الجمال، شفتوا الحلاوة، شوية محشي كده يفتحوا النفس. زبدة والله يا حبايبي، البتنجان ده جميل جدا جدا. وطبعا الفرخية الجميلة بتاعتنا دي. جرس الباب ضرب يا حبايبي، قمت اشوف مين، وسبت شوية المحشي الحلوين دول. يلا بينا كده اتفضلوا معايا. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبايبي شجعوني كده، يلا حطوا اللايك، شايفاك، وحطوا اللايك الجميل بتاعكم كده وشجعوني، وكومنت حلو كده ودعوة حلوة لعل الله يستجب لكم. وبعد كده يا حبايب قلبي اليوم الرابع ضيعنا فيه وعملنا صينية بيتزا تستاهل بقكم، بتكاليف بسيطة جدا ما كلفتهاش والله يا حبايبي. علبة تونة، وقطعت طماطم وفلفل ألوان وزيتون، وطبعا وعجنت نص كيلو دقيق وحطيتهم كده في صينية زي ما انتوا شايفين، سريع سريع يا معلم. وبعد كده اكلناهم ما شاء الله، والواد كده اتبسطوا بيهم. كانت صينية بيتزا موفرة جدا جدا، انا ما بحطش عليها جبنة موتزاريلا يا حبايبي، انا بحب الجبنة النستون عليها، ومقطعة حتت جبنة نستون زي ما انتوا شايفين، مع الفلفل والزيتون والطماطم، وما شاء الله وبشرت بصلايه مع التونة. والله يا حبايبي كانت صينية بيتزا تفتح النفس كده، والولاد عندي بيحبوها. وضيعنا اليوم، فطروا منها كمان واتغدوا والله يا حبايبي، يعني هم اتغدوا منها وفضل حتة لتاني يوم فطروا منها. ما شاء الله بألف هنا كده. طبعا مش هنقضي الايام كلها يا حبايبي فراخ ولحوم واسماك، طبعا احنا بنزهق من الاكل ولازم نضيع، فربنا يديمها نعمة علينا. واليوم ده يا حبايبي عملنا كبد وكبد، لا هي كبد مش كبد وقوانص. جبنا نص كيلو كبدة من اللي هي بتاعة الجيش ب57 جنيه، 47 جنيه ونص. وطبق بطاطس وليمون وخيار وطحينة، والله كان يوم يفتح النفس كده. ما شاء الله يا حبايب قلبي. ده يوم برضو عديناه. وكل الموضوع 47 جنيه، وعندنا البطاطس وعندنا الطحينة، وكفانا الاكل ما شاء الله وبسطنا. والكبده دي طعمها حلو يا حبايب قلبي، اول مره اجربها، جميله جدا ما شاء الله، اكنها كبده بلدي. وعدينا اليوم بتاعنا يا حبايبي. ما شاء الله المنيو بتاعي ده، انا قلت كده اوريكم اكلاتي. يلا بقى هاتوا ورقه وقلم وسجلوا كده معايا،
وشوفوا كده اللي يعجبكم من الاكلات بتاعتي دي، وقولوا لي كده في الكومنتات ايه رايكم في احسن اكله في المنيو بتاعي الجميل يا حبايب قلبي. وفرحوني كده واجبروا بخاطري ودلعوني كده بلايك حلو كده زيكم، وكومنت حلو يا حبايب قلبي، ربنا يكبر بخاطركم. وبعد كده يا حبايب قلبي قضيناها بقى اليوم اللي بعده، عملنا سمك مشوي وعملنا رز وعملنا سلطة وعملنا طبعا دقة السمك الجميلة دي لازم نعملها يوم السمك المشوي. وده كان غدانا برضو يوم يا حبايب قلبي ما شاء الله. مرة واحدة في الأسبوع ده اللي أكلنا فيه سمك، بسم الله ما شاء الله، كان أسبوع حلو برضو. يا رب كده يجعل أيامنا كلها حلوة وأيامكم يا حبايب قلبي ما شاء الله. ولازم كده البصل الاخضر مع السمك وطبق السلطه الجميل ده. وبرضو بنعمل طحينه، بس اليوم ده ما كانش عندي طحينه يا حبايب قلبي، فمشيتها كده ما شاء الله. وده كان المنيو بتاعنا الخفيف يا حبايب قلبي. وبعد ما خلصنا المنيو بتاعنا الجميل ده قلت اوريكم عملت ايه برضو في الاسبوع، هتستفيدوا منه يا حبايبي كتير. انا كان عندي شويه دقيق كده جبتهم وعجنتهم وخبزتهم العيش الجميل بتاعنا. ولو عايزين تشوفوا انا بعمله ازاي ادخلوا على القناة هتلاقوا العيش بتاعها هيعجبكم يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جدا، اللهم صل على النبي. شفتوا يا حبايبي الجمال والحلاوة بجد، يعني حاجة كده يعني حاجة نظيفة تعرفي تاكليها أحسن من عيش الفرن ألف مرة ما شاء الله. وطبعا شوفوا الرغيف عامل ازاي ما شاء الله، يعني ينفع للسندوتشات ينفع لكل حاجة، وكفاية الطعم والريحة والحلاوة والنظافة كمان يا حبايب قلبي. لو عايزين تشوفوا طريقة العيش ادخلوا كده على القناة بتاعتي هتلاقوا طريقة العيش هتعجبكم جدا. ولو وصلتوا بقى معايا لحد هنا يلا بقى حطوا اللايك كده وشجعوني وكومنت حلو كده منكم، وادعوا لي دعوة يا حبايب قلبي لعل الله يستجب لكم. طبعا العيش ده طريقته يا حبايبي احنا بنعجنه بدقيق ومية وخميرة ومعلقة سكر بحطها على ال4 كيلو دقيق وبعجنها طبعا، وما شاء الله بتبقى عجنته جبسة يعني تقيلة. وزي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي منظر العيش عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا والله العظيم يفتح النفس كده على الاكل. انا بعمل الكمية دي يا حبايب قلبي بتكفيني الاسبوع كله ما شاء الله. وبعد كده ما تخلص بعجن غيرها وبخبز غيرها والحمد لله، يعني احسن من ما فيش ما شاء الله يا حبايب قلبي. حطوا اللايك بقى، حطوا اللايك الجميل كده وشجعوني. وبعد كده ما خلصنا عيشنا الجميل طلعنا بقى على السطح انا وجوزي في الشمس في يوم كده يعني يوم من ضمن ايام الاسبوع يا حبايب. فطرنا بالفطار الجميل ده، هو مش مكلف خالص، قرصتين وكوبايه شاي وكوبايه لبن على شاي. انا طبعا ما بشربش الحليب فبشرب الشاي، يعني اكلتها بالقرص وكان في الشمس ما شاء الله ما شاء الله. وبكده يا حبايب قلبي خلصت الفيديو بتاعي الجميل، يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم يلا حطوا اللايك وشجعوني وكومنت حلو كده زيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.